صباح الخير. النهاردة بقى هنعمل كيك يومي اقتصادي ببيضة واحدة. الكيكة دي سهلة جدا وهتعمليها بكل سهولة، سكرها مظبوط وهشة ومرتفعة وكمان لونها فاتح، وكمان هنحط لها المكون ده هيفرق في قوام الكيك وهيفرق في ان الكيكة تطلع ناجحة وهشة ومرتفعة. اول حاجة في بولة هجيب بيضة بدرجة حرارة الغرفة. بعد كده هنجيب 2 باكت من الفانيليا. طبعا يا جماعة ما تستعملوش الفانيليا اللي هي السايلة لانها هتغمق الكيك معاكم. بعد كده هنحط رشة ملح علشان تظبط الطعم، وكوب من السكر الابيض الفاتح. بعد كده هنقلب المكونات دي كلها مع بعضها. طبعا احنا هنستخدم هنا المضرب اليدوي. انا تعمدت ان انا اعملها المره دي بالمضرب اليدوي علشان الناس اللي مش عندها مضرب كهربائي الموضوع سهل جدا. هنقلب كده لمده دقيقتين او 3 دقايق لحد ما القوام يكون لونه فاتح. طبعا هي ممكن تتعمل في الخلاط الكهربائي او بالمضرب الكهربائي، ولو مش عندك مضرب لا ده ولا ده تعمليها بالمضرب اليدوي. زي ما انتم شايفين القوام بقى هش وبقى لونه فاتح جدا، وهو ده المطلوب. بعد كده هننزل على الخليط بتاعنا بكوب الا ربع من الزيت. طبعا نستخدم زيت يكون لونه فاتح علشان الكيك بتاعنا ما يكونش غامق. بعد كده هنقلب، طبعا بعد كل خطوة هنقلب الكيك. طبعا نقلب كده يعني كويس لحد ما المكونات تختلط مع بعضها. بعد كده هنجيب 3/4 كوباية من الحليب الرايب. طبعا يا جماعة لو اللبن عندكم حليب ما هوش رايب هتحط عليه ربع معلقة من الخل وتسيبيه شوية وهو هيقطع لوحده، وهتقلبي. طبعا اللبن لازم يكون بدرجة حرارة الغرفة، وكمان الكوباية اللي احنا استعملناها لكل المقادير هنستعملها ومش هنسيبها خالص، هنستعملها في كل المقادير. تمام كده هنقلب المكونات مع بعضها. طبعا احنا كده حطينا كل المكونات السائله مع بعضها وحطينا الفانيليا علشان ريحه البيض، وطبعا الكيكه دي ما فيهاش ريحه زفاره خالص. امشي على المقادير وان شاء الله تطلع ظابطه معاكي. معانا بقى المكون اللي هيفرق في هشاشه الكيكه وقوامها، وهي ربع كوبايه من النشا. نزلت بربع كوبايه من النشا، وكمان هنزل بالدقيق بتاعي 2 كوبايتين من الدقيق الابيض. طبعا هنخلهم كويس، وبعد كده هننزل في البوله بالدقيق. طبعا انا هنا بحط المكونات الجافة مع بعضها. اخر مكون معانا هو البيكنج باودر. حطيت نص ظرف من البيكنج باودر، وطبعا الظرف ده 16 جرام. انا كنت مستعملة منه النص، والنص التاني ده حطيته على الكيك، يعني هتحطي نص باكت بيكنج باودر على خليط الكيك. بعد كده بقى هتبدأي ان انت تقلبي الكيك في اتجاه واحد، وطبعا هتلاحظي ان القوام تقيل هنا. هتجيبي نص كوباية مية مغلية بنفس الكوباية اللي انت عايرتي بيها كل المقادير، وهتضيفيها للكيك وتقلبي كويس جدا لحد ما قوام الكيك يبقى خليط الكيك يبقى مندمج معاكي، وهتلاقيه طبعا قوام مناسب. لو انت مشيتي على المقادير دي هتقلبي في اتجاه واحد، تقلبي كويس. وطبعا اي بواقي على الحروف تحاولي ان انت تلميها كويس. طبعا يا جماعه زي ما انتم شايفين القوام فاتح جدا وهش، ما استعملتش مضرب كهربائي ولا اي حاجه، كله بالمضرب اليدوي. بعد كده هجيب القالب اللي انا هخبز فيه الكيك بتاعي. طبعا انا دهنت القالب بمسحه من السمنه البلدي. جماعه الطريقه دي انا مجرباها اكتر من مره في الكيكه. السمنه البلدي بتديها طعم حلو جدا. انا بطنت القالب كويس جدا بمسحه من السمنه البلدي. طبعا انت ممكن تعمليه بمسحه من السمنه او الزيت ومع عليه رشه دقيق، فانا بفضل الطريقه دي بصراحه. هحط بقى الكيك بتاعي في القالب. طبعا زي ما انتم شايفين مفيش اي تكتلات خالص في الكيكه، والكيكه نازله ما شاء الله قوامها ناعم جدا وفاتح وجميل جدا. بعد ما فضيت الكيكه في القالب بتاعي هديها خبطتين كده وهدخلها فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 180 لمده 45 دقيقه. طبعا هنختبرها بالعود الخشبي، ولو لقينا فيها اي زيادات عجين هندخلها الفرن تاني لمده 5 دقايق تكمل تسويه. وطبعا مش هنفتح الفرن عليها من قبل كده علشان الكيكه ما تهبطش، يعني لازم تعدي المده مثلا من 35 ل 45 دقيقه، وبعد كده نفتح عليها ونشوفها ونختبرها بالعود الخشبي. انا قلبتها
سبتها هنا لحد ما تبرد. بعد كده بقى هنرجع لها تاني، مش هنقطعها غير لما تبرد علشان ما تتكسرش مننا. شايفين يا جماعه نزلت بكل سهوله جدا، لا لازقه ولا بها اي حاجه، ولونها جميل جدا. هنبدا بقى ان احنا نقطعها، وطبعا ممكن تاكليها مع شاي مع قهوه، وبالف هنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تدعموا القناه.